السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هاد لا فيديو بتمام الصحة والعافية والهنا وراحة البال يا ربي امين. عواشركم مبروكة البنات، عواشركم مبروكة باش ما تمنيتو وبشي رزيق زوين وبالصحة والهنا وراحة البال يا ربي امين. اليوم غنحضر معاكم الشباكية اللي كتجي رائعة ومعلكة وشاربة العسل. بالنسبة اللي بغات تصايب الشباكية تبعوا معايا المراحل باش تصدق معكم. بسم الله على بركة الله. عندي هنا كاس ديال الزبدة وكاس ديال الزيت نباتية، وعندي كاس ديال الماء الزهر، وعندي ربع كاس ديال الخل، وعندي واحد نص كاس ديال الماء درت فيه الزعفران حر، الزعفران شعرة. اللي بغى يدير الطماط الزعفران يديرها، انا نكتفي بداك الزعفران. وعندي شوية الملحة، وعندي معلقة القرفة، وعندي مسكة حورة مدقوقة مع شوية دقيق، عندي صفر بيضة واللوز، كاس اللوز مطحون بقشورو، والجنجلان مطحون كذلك، والخمارة، وعندي القرفة قلتها، معلقة القرفة، معلقة حبة حلاوة، ومعلقة النافع. انا هادشي كامل هاد المكونات نديرهم في الخلاط، والمرة نديرها في الخلاط كتجي فيها زوينة ما نقولش لكم. والله البنات جربوا هاد الطريقة كتجي رائعة، كتهنيكم من داك باش تبقاو ديروا سميتو ديروا هاد النواشف كاملين في الطحين وعاود تاني غتغربلوه هكا. لا كتجي الشباكية كلها دخلها كاع دوك المقادير وداك الشي. كلشي غنديرو في الخلاط. الزبدة بعد ما البنات ذوبتها مزيان حتى ما كان فيها داك اللبن، ذوبتها حتى ولات بحال شكل زبدة نوازيط. صافي شوية المسكة حورة درتها مع الطحين، طحنتها شوية مع الطحين. عندي صفر بيضة كما قلت لكم البنات، هاد الخلاط راه غيهنيكم من كتر تدليك في العجينة. راه غتشوفوا معايا كيفاش راه كنديروا كلشي في الخلاط. صافي والخمارة عندي غنديرها مع الطحين. هادشي كلشي غيطحن يولي عندي واحد الخليط باش غنجمع الطحين. عندي الطحين البنات طحين فرص ديال الحلويات بعد ما غربلته درتو هنايا. صافي غنطحن هادشي ونرجع معكم. هانتوما البنات كيفاش كيجي بحال املو. صافي هاد الخليط باش غنخلطو سميتو الطحين ديالنا. درت ديك الخمارة، هاد الخليط هانتوما كيفاش كيجي دغيا غتجمعوها ما لا دليك بزاف لا والو، يعني ما غتمحنكم. صافي نحيدو كاع داكشي اللي كاين في الكاس اللي لاصق في الكاس ديال مونينيكس. تبعوا البنات المراحل باش تنجح معاكم. بالنسبة للمبتدئات صافي حتى كنخلطو كامل داك الدقيق حتى كيدخلوا داك المكونات كاملين اللي درنا. زربت معاكم شويه لي فيديو باش ما يجيكمش طويل. نتمنى البنات اللي واصل لهاد المرحله يدير لي واحد اللايك ما ينسانيش، ويبارطاجي القناه مع عائلته وصحابه باش تعم الفائده، باش كلشي يجرب. هاد الشباكيه جات رائعه البنات. هانتوما دغيا جمعتها فيها الكتر التماره وكتر الدليك وهذا جات بهاد الطريقه ساهله. هانتوما غنزيد مازال واحد شويه د الماء بداك الخليط. الا ما تجمعات ليكم العجينه زيدوا الماء.
تزيدوها شويك بشويك، ما تقصحوش العجينة البنات، عفوا ما تجريوش العجينة تكون قاصحة، حيت الشباكية كتبغي العجينة تكون قاصحة باش تجيكم هشيشة ومعلكة. هانتوما كيفاش كتجي قاصحة بهركة من الما، غير نعطيها شوية دليك صافي ونخليها في البلاصتيكة تا وكان ترتاح راه غترطب العجينة. نتوما على هاد الشكل هانتوما وخليتها في البلاصتيكة واحد تقريبا واحد ساعة هكا ودوزت ليها، وبغيتو تعجنوها وخليها ليلة كاملة. هانتوما أنا عاد شي ساعة وعاد دوزت كنشكل فيها. هانتوما العجينة كيفاش كتجي رطبة بعد ما ارتحت في البلاصتيكة صافي كنكوروها بحال هكا، كنكوروها ونديروها عاوتاني ترتاح شوية وندوزو ندلكوها بالدلاك. صافي نستمر بحال هكا حتى نساليهم كاملين. نتوما البنات بعد ما ارتحت شوية دوزتها كلها كوارات هكايا ودرتها في الميكا حتى ارتاحت. دابا غنخدمها معاكم. كدير ليها الدلاك كنطويها بحال الشكل ديال المسملة على هاد الشكل باش تجيني مورقة. هانتوما بحال هكا نطويها كاملة بحال هكا ونخليها عاوتاني واحد شوية وندوز نشكلها معاكم. هانتوما البنات بعد ما تقطع لي واحد المقطع لكن معليش راه غتشوفوا ورقتها البنات ودرتها في ورقتها بالدلاك هو الاول وعاد الوراقة درتها على نمرة 3. صافي هانتوما وكنشبك دابا عندي جوج طريقات ديال التشبك نوري لكم. هانتوما هادي درتها علبة الجرارة هانتوما راه غتشوفوا معايا. نتوما البنات كنديرو 5 د الأشرطة، 1 2 3 4 5 كنقطع، 1 2 3 4 5 كنقطع. هانتوما على هاد الشكل كنجيبو دوك الجوج كنلاقيوهم مع دوك الجوج الآخرين كيشط ليا هداك اللي كاين في اللور كنلاقيه مع خوه. هانتوما على هاد الشكل وعاد نشكلو على هاد الشكل. هانتوما عاد كنقلبوها راه ساهلة الطريقة. هانتوما ندير معاكم واحدة أخرى. هانتوما هادوك الجوج نحطوهم فوق دوك الجوج الآخرين كيشيط هذا عاد كنطويو. هانتوما البنات على هاد الشكل. هانتوما داكشي اللي شاط في الجنب كنقطعوه نديرو هاد هادي. دابا غنخدم اللي كندير انا ديالتي اللي معتمدة عندي. هادي كتجيني البنات ساهلة في التشبك وفي كلشي. هانتوما القديمة هادي اللي معتمدة عندي كنديرها وساهلة في نفس الوقت كتجي الوردة غزالة وزوينة. هادي اللي كندير هاد التشبك البنات كيعجبني. هادي ساهلة دغيا كتسربي حيت كندير الكمية كتيرة دغيا كنسربي. هانتوما وما كتحلش في الزيت لا والو كتجي هائلة. هانتوما على هاد الشكل راه ساهلة
وصافي البنات حتى كنسالي الكمية هانتوما كندير الزيت سخن. بعد ما سخنات ليا الزيت البنات كنلوحو الشباكية ديالنا وكنقصو على البوطة هانتوما نحطوها كنقصو باش ما تخطف لينا طيب على خاطرها. صافي بحال هكا سمر حتى كتحمر في التحت عاد كنقلبوها الجهة الثانية نتوما على هاد الشكل نقلبها كاملة وحنا نوقفو عليها وكنستمرو بحال هكا ونقلبو نقلبو حتى كطيب لينا كنحيدوها. هانتوما البنات وكنحطوها في العسل راه تقطع ليا هاد المقطع هذا راه ديجا درت الاولانيه هذه هي الثانيه. العسل البنات راه كان عندي قاصح يعني شاد فراسو غير ملي درت القليه الاولانيه ولا ليا شويه داير. هانتوما البنات كيفاش دايره الشبكيه ديالي بعد ما طابت وتعسلات هانتوما كتجي معلكه وزوينه ما نقولش لكم البنات وعلى الريحه فيها زوينه. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه باش تنجح معكم وشكرا اللي كيتفرج فيا الله يجازيه بخير وبارطاجيو القناه ما تنساونيش البنات من واحد اللايك وشكرا للحلقه المقبله ان شاء الله.